كل الفرق كل المنتخبات عندها مدربين، المغرب عندها فنان. سنتحدث عنه كثيرا. بالنسبة لمحمد وهبي، شوف أنا سعيد جدا بأن كنت مقتنع حتى في الشوط الأول بأن المغرب تطلع الرتم أمتى ما تبي وتنزل الرتم أمتى ما تبي. حتى في ظل المخاوف من كندا كنت متوقع أن المغرب ستنتصر بأريحية. ليش ما كلمتنيش؟ خايف كنت أنت؟ مش خايف نرجل. بالنسبة لي أنا كنت مش كلمتني، كنت مرتاح عبدو جدا. من اخوك كلمتني فبالي العشره ما بيناتنا تلينا الماء والملح وقل لي أنا حسابك تعودت ترى على المغرب وهذا المستوى العالي. صحيح صحيح. شوف المغرب الحقيقه غير عادي، المغرب استثنائي. المغرب يخوف ويفجع ويربك المنافسين، ولكن يخوف ويربك ويفجع ايضا المحبين متاعه. المغرب عايشنا البارح كل المشاعر، الخوف، الارباك، ثم الفرحه والاحتفال. المغرب وقبلت البارح سميتها انا وانا نتفرج بعد المقابله، قلت هذه الليل والنهار. الشوط الاول كان الليل ظلام. شوف دقيقه 5 الحمد لله بونو موجود. دقيقة 14 سيباري وما أدراك يغادر الميدان بإصابة. السيطرة مطلقة للمنتخب الكندي. 4 أوراق صفراء، 4 أوراق صفراء في الشوط الأول للمدافعين، معناها أي خطأ آخر تولي حمر. الحمد لله انتهى الشوط الأول، حمدنا المولى، قلنا الحمد لله 0-0. وكنت نتمنى الشوط الاول ينتهي في 9، جمش يبقى بهذه الطريقه. جينا الشوط الثاني، كان الشوط الاول ظلام، الشوط الثاني شمس ونهار، ابداع، اهداف، 3 اهداف والاهداف رائعه جدا. اهداف، الهدف الاول نتاع خدمه نتاع مدرب، ما تقوليش لاعبين وحدهم هكا قالوا المخالفه تخرجها، خدمه نتاع مدرب. صحيح. اللي تتفرج تفهم كوره، تعرف فما انسان. الهدف الثاني والله كنت نتمنى وانه يخرج، لانه كنت تعب ومش يعمل في المقابله باهيه. ولدنا ابراهيم دياز اللي يتفرجوا معايا قلت لهم ابراهيم دياز تعب وتوا ولات المقابله كذا. اعطاك اسيست الثاني، سكتني انت ما حبيت تسكتني هو سكتني. ثم الهدف الثالث كان قبل الهدف الثاني اروع من 3 اهداف. الكره الراسيه اللي تضرب على القائم تاع رحيمي. المغرب في الشوط الثاني امتاع وابداع. المغرب في الشوط الثاني كرة أخرى، ويظهر لي أعرض نتيجة باش نشاهدوها 3-0 في مقابلة إحصائية. صحيح. مع بلد منظم تحب ولا تكره لأنه جنبه. معناها المغرب اليوم ما عادش نحكيو على كونه المغرب 2022 مفاجأة. اليوم للناس اللي في الغرب يقول لك بلد عربي، نقولوا المغرب 2026 مفاجأة عليكم. مفاجأة عليكم، تفجع فيكم. المغرب اليوم حقيقة كي نتفرج اعطيتها مثال ايضا، لانه المغرب تخليك تشعر، راهو تخليك تفكر كيفاش باش تحكي على المغرب والانجاز وراء انجاز. المغرب هو ال4 مواسم يعيشهم لك في المقابلة، يعيشك الخريف والشتاء ويعيشك الصيف والربيع. معناها مرة تجرس، مرة تسخن، مرة تشمس، كل الفصول موجودة مع المغرب. تحية للمغرب وللمغاربة بكل تأكيد. الفرق بين ياسين بونو والحراس الآخرين اللي يتألقوا، وأنه ياسين بونو حاسم بمعنى يجيب لك نتيجة، معناها يجيب لك انتصار، معناها ينقذك من ورطة. ياسين بونو مقابلة البارح فقط بعد 5 دقائق لعب ينقذ هدف محقق. كانت تكون مقابلة أخرى، كانت تكون نتيجة أخرى. أنا ياسين بونو عمري ما ننسى وأنه في كأس أفريقيا الأخيرة أيضا فما كرة بيد، كانت كرة الكأس أفريقيا، كرة ما نعرفش بين معجزة، يد بونو تنقذ هدف العالم الكل راه في الشمس. يد بونو المرة هذه يد بونو مرة أخرى. حاب نحكي على يد بونو لأن فيها رمزية.
ذكرني شويه بيد الله يرحمه مارادونا 86. فما اليد الخبيثه، فما اليد الذكيه. يد ياسين بونو غير عاديه. الترشح متاع المنتخب المغربي امام هولندا كيف انقذ ضربه الجزاء، الى الان العالم ما فهمش. لا عمل التصدي وهو معناها عمل بلونجون، لا عمل مش ارتماء، لا ارتماء، لا حتى شيء. مشى واليد اليسار وكان قالت له قف، معناها قف نتاع عرفت علامة الشرطة. انت تجري برشا في الثنية في الكيان. من قال لك؟ من سرب يقولوا لك؟ لك قف انت. انا جمال يشكي، انت ما نعرفش من قال لك. لا والله علامة قف. يد بونو لو المغرب بيواصل وان شاء الله الى الاخير، يد بونو ان شاء الله، يد بونو مع الجماعة ويد المولى مع الجماعة، وان شاء الله المغرب تواصل التألق. كي عندك بونو نجم ترتاح. فتحي، سمعت الولادات صغيرين لكن كلام كبير واداء اكبر ويعرفوا يتكلموا على الشوط الاول والشوط الثاني. حسينا المنتخب المغربي بهذه التصريحات مدرك ما حدث في المباراة. تواضع من شيم الكبار، والمغرب اليوم من الكبار. التواضع والحديث برسانة كبيرة. صحيح ضيعنا الشوط الأول لكننا موجودين، ما وصلنا. حبيت نقول على المنتخب المغربي، على محمد وهبي، من المحلية في 15 يوم إلى العالمية أسبوعين. شكون كان يعرفوه في المغرب؟ احنا في تونس مثلا، ورغم اني قراب ونتبعوا المنتخب المغربي، شكون هالمدرب الجديد نتاع معناه نتاع الشبان نتاع كذا؟ كنا نتوقع انه اضطراري بالطبع. قبل 3 أشهر قبيله انت تقول اعطيت سؤال، كل سؤال نتاعك حل كتاب. صحيح. قلت له المقارنات بين الرقراقي ومحمد وهبي، انا اعطينا واحد منهم يزي، مش لازم الزوج، مش مقارنات. اعطينا واحد منهم يعمل لنا شطر. لا لا، تونس عندها مدربين. لا تاريخ خفيف. احكي لك في الكاس المرحله هذه اوكي. لا لكن تونس والله حتى تو في الفتره الحاليه في اسماء في تونس، من البنزرتي لمعلول لمنذر الكبير لمعين. الحقيقه تونس تملك. ما تحلش الدوسي هذايا خاطر كمل لي على محمد وهبي. عشان تسكر وقتها الملف هذا. لو على كل توجع، خاطر وقت اللي نحكي على تونس توجع برشا. على كل اللي حبيت نقوله، تغزر محمد وهبي تقول هذايا فنان ولا هذايا استاذ ولا هذايا محاضر، ما تقولش مدرب. والتاكيد جاء من تصريحات، والتاكيد كحلينا الكتاب عليه. حبيت نقرا انا شكون هذا. كان مدرس ما لعبش كوره، راه قرا كوره. الكوره تتقرا، حل كتب وقرا وتبع وقالك بين الشوطين حطينا الفيديو وفهمنا اللعبه. معناها مع محمد وهبي ومع المنتخب المغربي كرة القدم علم صحيح، ماهيش علم صحيح ولكن علم ايضا. وبالتالي تقول ما عادش نتفاجئ الان وقت اللي نشوف المغرب لوين يوصل. اول حاجه معناها ذكرتها البارح وقت المنتخب المغربي سجل الهدف الاول، وحسيت بالبدنيه الانتعاشه. نقصد هبط سفيان مرابط. صحيح. هو هبط سفيان مرابط، وقلت لهم هبط الشخص اللي يلزم يكون موجود، لانه سفيان مرابط عمل 50 مخالفه. هو ما شاء الله، لانه النسق نتاع المنتخب نتاع كندا يحتاج رتم صحيح، يحتاج رتم بدني. يعني انا كنت نتمنى ابراهيم دياز يخرج ويدخل سفيان مرابط. اخرج ظل عز الدين وناحي، خرج بوعدي ومن بعد خرج عز الدين وناحي. التبديلات ايضا لها طابع، ان الخوف من الحكم والخوف من البطاقات الصفراء. لا، الخوف من صحيح. كل شيء ودون الخوف من نتيجه المقابله، لانه التغييرات تخرج عز الدين وناحي مسجل لك 2 أهداف وهو في قمه النجاعه. ما لازمك تعرفها. ايوب الوليد ايوب الرائع، ولات المقابله بدنيه وهو فنيات. وريت محلاه الوليد صغير نتاع فنيات نتاع كذا، بتاع جلباب ودنيا. هبط شكون؟
هبط لهم لكن محارب راهو مجرم في الملعب، راهو محارب راهو بوعدي، راهو ما يغركش، راهو لا صحيح. الشعارات وكذا، مباراة لا، البرازيل مجرم. فتكهم على بعضهم. مجرم محترم. الحقيقة أنا نحب سفيان المرابط. ريتنا كيف يوقف لي على المصطلحات نتاع الحقوقيين. مجرم محترم. أما سفيان المرابط ما شاء الله قوة بدنية كبيرة ويعطيك ارتياح في وسط الميدان. راهو على اليمين على اليسار على اليمين على اليسار. ثم وقت اللي ولات الحرب بدنية سفيان المرابط كان ضروري انه يكون موجود يظهر لي جلادياتور. معناها جلادياتور اي جندي. اذا شوف المغرب تتعامل مع المقابله حسب المجريات نتاعها. والمهم بالنسبه للبنك، بالنسبه لدكه الاحتياط والمدرب المساعد وغيره، انه ما يدوخش على البنك وقت اللي الامور تدخل بعضها، ما يدوخش على البنك وقت اللي يسجل هدف يقول اي نفرح، لا وقتها يفكر. نقول الشوط الثاني نتاع المنتخب المغربي يدرس في طريقه التعامل المدرب معاه وطريقه النجاعه نتاع اللاعبين فوق الميدان. عز الدين وناحي مسكين مظلوم. 2022 كنت ننتظره في ريال مدريد ومان سيتي، وشوف يعاود يرجع بعد 4 سنوات بنفس المردود نتاع 2022. إن شاء الله. وكثير من العروض بكل تأكيد يتلقاها أناحي في هذه الفترة. شوف الشعوب قريبة ياسر لبعضها، شعوب تحب ياسر بعضها. كنت نتفرج في التقرير، الحاجة الوحيدة اللي قلت عليها هي اللي شدتني، يرفعوا علينا الفيزا. الحدود عملها لنا المستعمر، احنا كنا أمة واحدة. الحدود وعملهم كما حب هو، قسمنا كما حب هو المستعمر. اليوم علاش انا باش نمشي لمصر يلزمني فيزا، باش نمشي للمغرب يلزمني فيزا، ولا باش نمشي لاي بلد عربي يلزمني فيزا؟ انا عربي. هل يكفي ما يكفيكش اني عربي يلزمني نكون تونسي باش تعمل لي فيزا، او باش نكون مغربي باش تعمل لي فيزا؟ انا عربي، وبالتالي كل بلد عربي عندي فيه الفيزا، والفيزا هي عروبتي. شوف كرة قدم توحد الشعوب، شوف كرة قدم توحد القلوب، شوف كرة قدم الناس كلنا كيف معناها. سامحني، بالنسبة لي أنا العروبة لا هي جنسية، أنا نفس الدين، نتكلم نفس اللغة العربية، وبالتالي تعمل لي في فيزا الواه. تخاف مني؟ علاش تخاف مني؟ عربي كيفك ونحبك وتحبني. وبالتالي ربما درس متاع كأس العالم هذا مصر تتألق والكلنا معها قلبا وقالبا، المغرب تتألق والكلنا معها قلبا وقالبا. يغزروا لنا، رانا نحبوا بعضنا، شعوب تحب بعضها.